أستاذ علي، طبعا حتى نتعرف أكثر على هذا الموضوع، اليوم كاميرا البرنامج في نص اليوم وزميلنا المبدع فريد الكاظمي المعد النشط اليوم قام بجولة بتصوير بعض هذه الأماكن، وطبعا أعد لنا هذا التقرير الجيد نشوفه مع السادة المشاهدين. على الرغم من كانت اليوم درجة الحرارة جدا يعني 50 اليوم 50 درجة ما هي، ولكن فريق العمل حقيقة هم يعني قاموا بهذا الجهد يشكرون عليه. نشوفه مع السادة المشاهدين لنعوده. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومثل ما انتم شايفين احنا اليوم في متحف الكويت الوطني. طبعا معانا الاستاذه نوال، هي اختصاصيه في مجال الاثار والمتاحف، وراح تعطينا نبذه كامله عن هذا المتحف. بدايه نرحب فيك في قناه الصباح. اهلا وسهلا فيكم. استاذه نوال، نبي نبذه باختصار عن المتحف. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء بمتحف الكويت الوطني، نحن اداره الاثار والمتاحف بنتبع المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. المتحف بيشمل على اكثر من جهه. عندنا قاعه الاثار القديمه اللي بتشمل حضاره الكويت وعمقها التاريخي، وعندنا القاعه الثانيه متحف التراث الشعبي، وبالاضافه الى القاعه البلانيتاريوم اللي هي القبه السماويه. طيب الحين راح ندش وياك ونتجول ونتعرف اكثر مع المشاهدين عن المتحف بشكل عام. ان شاء الله. اهلا وسهلا. تم افتتاح متحف الكويت الوطني في عام 1957، وكان موقعه آنذاك في منطقة شرق في بيت الشيخ عبد الله الجابر الصباح، ليكون ممثلا للبيئة الكويتية بجميع مظاهرها المعيشية، وحفاظا لعادات وتقاليد وتراث أهل الكويت، وراويا لتاريخ وحياة الكويت القديمة. وفي عام 1976 تم نقل محتويات ذلك المتحف المصغر إلى بيت البدر بوصفه أحد بيوت الكويت التقليدية القديمة حتى العام 1983، عندما افتتح المتحف الوطني بحلته الحالية في منطقة قبلة، ليضم إلى جانب المقتنيات القديمة الآثار الحية للتراث الشعبي، وكذلك آثارا إسلامية نادرة تعود إلى القرون الأولى من العهد الإسلامي. ولقد تعرض المتحف الوطني لتدمير شامل، ونهبت محتوياته المعروض منها والمخزون بصورة همجية أثناء غزو النظام العراقي الغاشم لدولة الكويت في عام 1990، لكن الأمم المتحدة أجبرت النظام العراقي على إعادة تلك المقتنيات، إلا أنه تعمد في إتلافها قبل إعادتها، وكذلك احتفاظه بمجموعة كبيرة من الآثار القيمة. ومع تحرير دولة الكويت عادت شمس الحرية عالية تسطع في سماء الكويت، فشحذت الهمم لإعادة الروح إلى قاعات المتحف الوطني وفقا لأحداث النظم والأساليب العلمية في بناء المتاحف، مع الحفاظ على النمط العربي الإسلامي الملائم للبيئة الكويتية. مشاهدينا، مثل ما انتم شايفين احنا الحين في متحف التراث، وبالتحديد في سوق الكويت القديم، ومعانا الأستاذة نوال راح تعطينا نبذة كاملة عن هذا المكان. أعطينا بشكل عام نبذة عن هذا. نحن هون بسوق الكويت القديمة، وإذا بتشوفوا ورانا ساحة الصفات، عبارة عن سوق الكويت القديم عبارة عن محلات متنوعة. وأهم شيء بالسوق دايما كنا نلاقي زمان الناطور اللي هو حارس السوق، هيدا اللي على يساري، هيدا إنسان مهم جدا بالسوق، لأنه زمان كانت الناس تترك محلاتها مفتوحة، والناطور كان اللي يتولى مسؤولية الحراسة. محلات السوق فينا نقول إنها تتنوع من بيع للأقمشة، بيع لأواني المنزلية مثل ما شايفينها على يساري، وهيدا المحل يسمى محل البرشوتة اللي ببيع كل الأواني المنزلية. وفي عنا البقالة أو اللي هو التمار اللي ببيع أنواع التمر في السوق. وتنوعت طبعا عنا المهن والحرفيين بالسوق شامل. وفي عنا هون البقالة تنوعت عندها الأغراض، الناس كانت متعودة تشتري منه، يعني مثل السوبر ماركت والشغلات هيدي. في صانع البشوت اللي هو الخياط، اللي المهنة يمكن تكاد تكون اندثرت حاليا. في عنا كمان
اللي هو صانع النعل النجدية أو الخراز بنسميه. كمان هيدي المهنة اندثرت حاليا. حبينا نحن بهالمتحف الصغير نوضح لأبنائنا والجيل الجديد اللي ما عاشوا هالفترة هيدي إنه يتعرفوا على تاريخ الكويت القديم. تعد قاعة التراث الشعبي الكويتي صورة مصغرة لكويت الآباء والأجداد، لذا أوليت كبير الاهتمام في عملية إعادة البناء والتعمير ليستمر التواصل والتمازج الدائم بين كويت الماضي وكويت الحاضر نحو مستقبل مشرق أكثر صلابة، يحمل على عاتقه إيصال صورة مشرقة للعالم أجمع عن الإنسان الكويتي المواكب للتطوير الحالي والمتمسك بعبق وخصال الماضي الأصيل. إن التراث الشعبي الكويتي كسائر تراث شعوب العالم هو الهوية الوطنية، يعكس ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية لأهل الكويت، وذلك خلال حقبة معينة من الزمن. ويمكن تتبع مظاهر التراث الكويتي بوصفه محصلة لتمازج 3 بيئات، وهي البحرية والحضارية والبدوية، حيث لعبت هذه البيئات دورا محوريا في تشكيل نمط حياة الإنسان الكويتي وطريقة تفكيره. تعتبر قاعة الآثار القديمة من أهم القاعات في متحف الكويت الوطني، فهي تجسد العمق التاريخي والحضاري لدولة الكويت، وتمتد جذور الحضارية إلى العصر الحجري الوسيط مرورا إلى العصر البرونزي إلى العصر الهيليني الذي تميز بغنى اللقى الأثرية التي تعود للاستقرار اليوناني لقوات الإسكندر الأكبر على أرض الجزيرة، وصولا إلى العصر الإسلامي بالتحديد العصر العباسي زمن أبو جعفر المنصور، ومن ثم نشأة دولة الكويت. يعطيك العافية فريد الكاظمي على هذا التقرير